في ميزة بسيطة لكن مميزة جدًا في الcustom GPT، وهي إنك في الcustom GPT بتاعك اللي بتستخدمه في تحليلات الإكسل، ممكن تحفظ برومبتات مختصرة تظهر لك أول ما تفتح الcustom GPT بتاعك، وممكن تستغل الموضوع ده في إنك تعمل تريكة صغيرة تسرع معاك الوقت أكتر، فكمل الفيديو عشان أقول لك إزاي تنفذ الكلام ده وإزاي تنفذ التريكة اللي باكلمك عليها. فهابتدي بإني هاعمل edit على الcustom GPT الخاص بتحليلات الإكسل اللي أنا عامله في الفيديو اللي فات، ولو عايز تشوف الفيديو اللي فات هتلاقي الرابط بتاعه على الشاشة. ولما هادخل للإعدادات هالاقي جزء اسمه conversation starters أو بادئ المحادثات، واللي أنت هتضيفه في بادئ المحادثة هنا هيظهر في نافذة المحادثة ولكن أول ما تفتح المحادثة بس، لكن لو كتبت أي حاجة في المحادثة هيختفوا، وعشان كده اسمه بادئ المحادثة. ولما تبتدي المحادثة هيظهر لك 4 بس، على الرغم من إنك ممكن تضيف لغاية 12 بادئ محادثة. في الأغلب الأربعة اللي بيظهروا بيبقوا أول 4، ولكن في بعض الأحيان ChatGPT ممكن يضيف 4 عشوائيين من ال12 اللي أنت ضايفه، وكل واحدة ممكن تاخد جملة من حوالي 100 ل 200 حرف، وأنا في الكاستم جي بي تي ده ضفت 4 بس، وأول واحد يعتبر برومبت مختصر عادي. لكن لو جربنا بادئ المحادثة التاني هتلاقي تركة كويسة هنا. ولو أنت شفت الفيديو اللي فات كنا قلنا ممكن نعمل مستويات للتحليل ونضيفهم في جزء التعليمات، وبمجرد ما اكتب لتشات جي بي تي اسم المستوى ينفذ التحليلات المتعلقة بيه مباشرة. فلو أنا هنا كبرت جزء التعليمات هتلاحظ المستويات اللي أنا ضفتها، وفي أول التعليمات أنا كتبت له إن لو قلت لك اسم مستوى معين قوم بتنفيذه مباشرة طبقا للتعليمات. فاللي أنا عملته هنا هو إني ضفت في بادئ المحادثة اسم مستوى 7 على أساس إني بستخدم مستوى 7 كتير مثلا. ودلوقتي خلينا نجرب الموضوع ده عشان نشوف هينفذ المستوى 7 مباشرة ولا لا. فهفتح نافذة جديدة للكاستم جي بي تي الخاص بتحليلات الإكسل اللي أنا عامل فيه بادئ المحادثة، وهرفق الملف اللي فيه الرو داتا اللي انا عايز اعمل لها تحليلات، وبعدين هختار بادئ المحادثه اللي فيه مستوى 7، وبعدين جي بي تي هيبتدي حل مباشره. وبعد ما تشات جي بي تي يخلص تحليلات ممكن نراجع مع بعض عشان نتاكد هل النتيجه صح ولا لا. فهقارن التحليلات اللي هو نفذها لي بالتحليلات اللي انا طلبتها منه في مستوى 7 في التعليمات. فهلاقي في الاول ملخص، وبعدين الجداول، وبعدين تحليلات ارتباط، وبعدين أسباب النتائج، وهكذا. وبالتالي يبان لنا إنه نفذ تحليلات المستوى 7 زي ما احنا عايزين. وزي ما انت شايف الطريقة دي مفيدة جدا في ربط بادئ المحادثة مع التعليمات، خاصة لو في برومبت انت بتستخدمه كتير. واستخدام مستويات للتحليلات دي فكرة واحدة بس انا بوضح بيها فكرة ربط بادئ المحادثة مع التعليمات، لكن انت ممكن تربطهم مع بعض بأفكار تانية كتير حسب اللي يناسبك. ما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف باقي الفيديوهات. سلام.